طب يا شباب، ده فيديو جديد عن الانستجرام بشكل الايفون. النسخه ديت من الانستجرام اسمها هونستا. النسخه ديت طبعا مش محتاجه منك ان انت تنزل لها ملف ايموجي بحيث يخلي لك الايموجي بشكل الايفون، ولا محتاج منك ان انت تنزل ملف خطوط بحيث ان الخط برضو يكون بشكل الايفون. لا، النسخه جايه جاهزه وشغاله معاك 10/10، وموجود فيها الايموجي وموجود فيها الخط بنفس خط الايفون وبنفس الايموجي بتاع الايفون. يعني النسخه جايه فيها كل حاجه، مش هتحتاج منك ان انت تفعل حاجه او تركب خط او تركب ايموجي. كل حاجه كده كده موجوده في النص. زي ما انت ما شايف ديت كل الحاجات اللي انا عملت لها داونلود من ساعه ما استخدمت النسخه ديت واشتغلت عليها بالاكونت بتاعي. هتلاقي كل حاجه، الصور اللي انت نزلتها والفيديوهات اللي انت نزلتها واي فويس واي حاجه في الداونلود، سواء سمعت فويس، دخلت الشات، حد بعت لك صوره، كل الداتا دي بتبقى محفوظه عندك. ودي كل الاعدادات بتاعه الخصوصيه والبرايفسي، بتبقى تقلب في كل حاجه انت عايزها وتعدل في كل حاجه، من حيث بقى اخفاء الظهور، تخفي اللي انت فاتح اصلا، تخفي مثلا ان انت شفت مسج او كلام من ده. انت تقدر تكون متحكم في الكلام ده زي ما انت ما شايف. كل الاعدادات دي متاحه قدامك. الحاجه اللي بعد كده بقى اللي هو انت اصلا بتبدا تدخل عليها، بتبدا تغير لك الشكل بتاع الواجهه من بره، تضيف ايقونات، تشيل ايقونه، بتاع كلام من ده. هنا طبعا النسخه الاحتياطي والاستعاده. وبعدين بقيه الحاجات التانية بقى ديت حاجات خاصه بالمطور بتاع النسخه، انت تنضم في القناه بتاعت التليجرام بتاعته. الحاجه اللي بعد كده بقى لو احنا جينا مثلا نضيف قصه او نحط ستوري، تضغط طبعا على صورتك اللي فوق، وبعد كده بتبدا ان انت تختار مثلا حابب تضيف ستوري ايه او كده. تختار صوره مثلا ونبدا ان احنا نبص عليها ونشوف برضو يعني الهدف من ان احنا بنضيف ستوري، ان احنا عايزين نشوف الخط بتاع النسخه شكله عامل ازاي، وكمان الايموجي بتاع النسخه عامل ازاي. لو انا جيت كتبت مثلا كده خط ايفون وجيت ضغطت انتر وجيت بصيت، هتلاقي خط الايفون اللي هو شغال عادي معاك في قلب النسخه. وكمان لو انت مثلا جيت حطيت اي ايموجي او اي حاجه، هنحط قلوب مثلا، هتيجي تضغط كده هتلاقي القلب كده كده موجود زي ما هو بشكل الايفون. معنى كده ان انت معاك الخط ايفون، معاك الايموجي برضو ايفون، ومش محتاج ان انت تروح تنزل لهم نسخه او تنزل لهم عفوا ملف خطوط او تنزل ملف ايموجي يكون بشكل الايفون. فانت كده كده يعتبر معاك كل حاجه. طيب بعد ما خلصنا الخطوه ديت بتاعه الستوري، انت جيت الحاجه اللي بعد كده بقى ان انت تشوف انت تقدر تحمل اي حاجه في النسخه ديت ولا لا. كمثال اللي انت مثلا لو جيت تقلب في الصفحه الرئيسيه عندك في النسخه وجيت تشوف اي فيديو او اي صوره او اي حاجه من الكلام ده، تقدر ان انت تحمل اي صوره عادي جدا، وتقدر ان انت تحمل اي فيديو نازل، سواء فيديو في ستوري او كلام من ده. وطبعا زي ما انت ما شايف دلوقتي ان كل الخطوط اللي ظاهره قدامك دي او اي حد منزل بوست او اي كلام يبقى ظاهر لك بشكل الايفون عادي جدا. وطبعا لو ضغطت على علامه القمر اللي فوق ديت، بيبدا يظهر لك الدارك مود او اللايت مود، يعني زي ما بتحب.